اخوان، السلام عليكم. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير وعلى خير؟ كي داز نهاركم في الصيام؟ ياك بخير بعدا؟ الحمد لله. الله يتقبل منا ومنكم والله يتقبل من الجميع. المهم اليوم غادي نهضر لكم على واحد البلان. هاد البلان قصته غريبه، وصراحه كتبقى هاد القصه من احزن واغرب القصص اللي سبق لي قريتها ولا سمعتها في حياتي، حيتاش حتى مؤخرا عاد اكتشفات واحد الحقيقه اللي بينت لينا كاع داكشي اللي طرا في واحد الوقت. هاد الشي وقع في سنة 1910. هاد البلان قدر يجمع ما بين الحب والموت، واليوم غادي نهضر لكم على هاد البلان اللي كيتعلق بكوغا كريبن. كوغا كريبن كانت شبه مغنية، حيت صراحة ما كانتش معروفة بزاف بالغنى ديالها، حيت الصوت ديالها خايب. ولكن الشهرة اللي ما قدرتش تاخدها من الغنى خداتها من حاجة أخرى. كوغا كريبن كانت معروفة غير بالمضاربات مع راجلها، والسبب ديال هاد المضاربات وديال هاد المشاكل كاملة هو أنها كانوا عينيها زايغين شوية بزاف، ماشي غير شوية وإنما بزاف ديال بزاف، وكانت كتحماق على الرجال، وكتحماق على أن الرجال يبقاو يشوفوا فيها وتعجبهم ويتغزلوا بها ويتحرشوا بها. وراجلها بطبيعة الحال ما كانش كيعجبو هاد الشي، حيت كان كيبغيها لواحد الدرجة اللي ما كتصورش. ولكن اللي فيها واللي فيها ما كافيها. واخا كان راجلها كيوفر ليها كل شيء وكيعطيها كل شيء وكيبغيها لواحد الدرجه اللي ما كتصورش، وعينيه يقدر يعطيهم ليها وحياته كامله يقدر يعطيها ليها، ولكن هي ما حامداش الله. مع ذلك كانت كتخونو، والخطر في القصه هو ان راجلها كان عارفها باللي كانت كتخونو، وعارف حتى معاه من كانت كتخونو، وبكثرة ما كان خايف انها تمشي وتخليه ولا تمشي دير شي حاجه في راسها وفيه، ما كان كيقول ليها والو، ما كان كيدير والو. هاد راجلها كان طبيب، وكانت عنده العياده ديالو، وكان معروف بزاف، يعني ماديا ما خصو تا خير، عنده الفلوس، عنده السكن، وعنده اللي بغا. وكان ساكن هو ومراته في واحد الدار كبيره. ولكن بكثرة ما بداو المشاكل كيكثروا في حياته ومراته بدات كتبرزطو، واحد النهار غادي يدير شي غلط فادح في خدمته، الغلط اللي غادي يخلي الدوله تحيد ليه الرخصه ديالو وغادي يخرج من الخدمه ديالو. من بعد هادشي اورلي غادي يقلب على شي حل باش يقدر يعيش هو ومرته. هاد مرته اللي كانت كل نهار كتخونه مع شي واحد، ومع ذلك هو كيفكر ليها وكيفكر فيها، وغادي يقلب وغادي يقلب في الاخر غادي يلقى واحد الخدمه في واحد السونتر. هاد السونتر كانوا كيخدموا مع الناس اللي عندهم الشوف والسمع ناقص، وبطبيعه الحال في هذاك السونتر ما كانش كيتخلص كيف ما كانوا من قبل فاش كان طبيب. اذا ما بقاوش عنده الفلوس بزاف باش يقدر يعيش في ديك الدار، حيت المصاريف ديالها كانت كبيره وما يقدرش يوازي ما بين المصاريف والاحتياجات الخاصه ديالو وما بين الاحتياجات ديال الدار. اذا شنو غادي يدير؟ فكر انه يخرج من الدار ويبدلها بدار صغيره، ولكن مراته قالت له والله ما نخرج لك من هاد الدار. والحل الوحيد اللي لقاه باش يقدر يبقاو في هذيك الدار هو انه يجيب شي شخص ثالث يكري ليه شي بيت من دوك البيوت اللي في الدار، وفي الاخر الشهر يخلص معاهم. وداك الشي اللي دار. المهم بقاو عايشين هكا كل نهار، كيمشي هو يخدم وكتبقى هي في الدار، يا اما كتنوض تخرج ولا كتبقى تخونو كيف ديما. المهم حتى لواحد النهار كان اورلي في خدمتهم غادي يتعرف على واحد السيده. هاد السيده سميتها ايتيل، كتخدم معاه في نفس السونتر ديالو، بالضبط كانت هي السيكوريتيره ديالو. غادي توقع شي حاجه بيناتهم وغادي يحسوا بشي حاجه بيناتهم، ولكن اورلي كان كيبغي مراته وكان وافي ليها بزاف، واخا هي كانت كتخونو وهو كان كيتسطى عليها. انا بعدا من عندي كنقول لك الله يسمح لك الشريف، طيحتي بقيمه الرجوله صاحبي. المهم واحد النهار كيف ما العاده غادي يفيق، غادي يمشي لخدمته، وفاش غادي يرجع للدار غادي يلقى مراته ناعسه مع هذاك السيد اللي كان ساكن معاه. مراته ما فلتات حتى شي واحد في المدينه كامله. اورلي فاش شاف هذا الشيء غادي يفقد السيطره ديالو، ولكن ما غادي يقتلها، ما غادي يقتلوه، ما غادي يدير والو، وما غادي يقول حتى شي حاجه. وغادي يخرج وغادي يمشي عند هذيك السكرتيره ديالو ايتيل، وغادي يقول مع راسو الا هي عندها الحق تخونني ودير اللي بغات، حتى انا عندي الحق ندير اللي بغيت. وغادي يدخل في حلقه مع هاد السكرتيره ديالو، ولكن هو ومراته غادي يبقاو غاديين بحال هكا لمده سنوات وسنوات عايشين بجوج، وكل واحد عارف بان الاخر كيخونو. وهاد الوضعيه كتخلي المشاكل اللي بيناتهم كيتزادوا وكيتزادوا نهار على نهار، حتى لواحد النهار، هاد النهار اللي كان 31 جونفي
1910 فاش غادي توقع بيناتهم واحد المضاربه. هاد المضاربه اللي وصفوها الجيران ديالهم اللي ساكنين حداهم بانها اكبر واشرس مضاربه حضروا ليها، لدرجه ان بزاف ديال الناس مشاو كيدقوا عليهم في الباب باش يحاولوا يكالميهم ويعرفوا شنو واقع، ولكن والو، هذاك الباب ما تحلش. بقاو هكاك حتى سكتوا. في الغد ليه خرج اورلي، واي واحد كان كيسولو في الجيران كان كيقول ليه باللي راه مراته هربات مع شي واحد وكانت كتخونو معاه. وشويه من بعد بدا كيقول باللي راه مراته هربات الميريكان حيت كانت غبرات واحد الوقيته، وقال باللي فاش هربات طرات ليها شي حاجه تماك وماتت، وباللي فاش ماتت ما دفنوهاش وانما حرقوها بحال الطريقه اللي كيدفنوا بها الهنود الموتى ديالهم. المهم هو في الصراحه كلشي كان كيعرف بان مراته كانت كتخونو وما كتسواش، يعني داكشي اللي قال راه ممكن يكون بصح وممكن يكون صحيح، ولكن حتى شي واحد من الجيران ديالو لا من الناس اللي كانوا ساكنين في هذيك الحومه لا اللي ساكنين معاه شافوا كوا فاش خرجت من الدار. 2 سيمانات من بعد غادي تجي ايتيل تسكن معها في الدار، وغادي يتزوجوا وغادي يعيشوا الحياه السعيده، لدرجه ان ايتيل غادي تبدا تلبس حوايج ديال كورو وكتلبس المجوهرات ديالها بحال حتى شي حاجه مطاريه. هذا الشيء اللي غادي يزرع الشك عند صحابات كورو، وغادي يقولوا مع ريوسهم راه ما يمكنش هاد السيده غير جات وغبرات، حسوا بشي حاجه ماشي هي ديك، وهم يعيطوا للبوليس. البوليس غادي يفتحوا واحد التحقيق وغادي يجيو عنده للدار وغادي يقلبوا الدار شي شويه، ماشي شي تقليبه مزيانه ولكن غير واحد الدوره خفيفه، ولكن ما غيلقاو فيها والو. ولكن هذاك الانسبكتور غادي يجلس وغادي يسول اورلي، غادي يبقى كيهضر معاه حتى اورلي دار واحد الغلطه. اش قال الانسبكتور باللي هو في الصراحه غير اختاره ديك القصه ديال انها ماتت وتحرقات، ولكن راه بصح مشات هربات مع شي واحد كانت خانته معاه، والسبب علاش كذب هو انه مرضاش ان مراته تمشي وتخليه والناس كاملين كيسولوا عليها، داكشي علاش قال لهم باللي راها ماتت. المهم الانسبكتور غادي يتيقو وغادي يقول باللي هاد لافير راه ما فيها حتى شي حاجه اخرى، وباللي السيده فعلا هربات وغادي يمشيو في حالاتهم، ويطيلوا اورلي غادي يكملوا حياتهم عادي في ديك الدار. 3 ايام من بعد الانسبكتور كان خاصو ضروري يشوف اورلي على شي حاجه اداريه. غادي يمشي عنده للدار، غادي يدق، غادي يبقى يدق ولكن حتى واحد ما غادي يحل ليه. غادي يعاود يدق حتى شي واحد ما غادي يحل ليه. غادي يبقى كيتسنى ساعه، ساعتين، 3 السوايع، 4، بقى كيتسنى تقريبا شي 7 السوايع حتى غادي يتاكد بان ما بقى حتى شي واحد في ديك الدار، وغادي يهرس الباب وغادي يلقى باللي اورلي وايتيل جمعوا حوايجهم وهربوا. الانسبكتور غادي يعيط للفرقه ديالو وغادي يقول لهم غادي تقلبوا الدار كامله ولقاو ليا شي حاجه وما تخرجوا منها حتى تلقاو شي حاجه. وفعلا من بعد ساعه ديال التقلاب غادي يلقاو واحد الحيط. هذا الحيط ماشي بحال الحيوط الاخرين، مصبوغ بواحد الطريقه مختلفه على الحيوط الاخرين ديال الدار، وفيه بزاف ديال الشقات. فاش غادي يهرسوا داك الحيط غادي يلقاو وسط منه واحد الجثه، ولكن هذيك الجثه كانوا ناقصين فيها بزاف ديال الحوايج، ما كان فيها لا راس لا يدين لا رجلين لا اعضاء تناسليه. وهذيك الساعه ما كانتش التكنولوجيا مطوره باش يعرفوا ديال من هذه الجثه، ولكن المراه ديالو كانت داش واحد العمليه. ديك العمليه خلات ليها واحد السيكاتريس في كرشها. البوليس غادي يعيطوا لديك الطبيب اللي دار ليها العمليه واللي غادي ياكد ليهم باللي هذيك الجثه هي ديالها. انطلاقا من هنا هاد لافير غادي دير بوم في العالم كامل، كاع الجرائد غيهضروا عليها، غيهضروا على اورلي وكورون، وكاع البوليس ديال العالم غيوليو يقلبوا عليهم وتا واحد ما عرفهم فين مشاو. حتى لواحد النهار الربان ديال واحد الباطو غادي يبانوا ليه واحد 2 ديال الناس، 2 ديال الرجال في شكال. كان اورلي لبس ايتيل الحوايج ديال الرجال وجمع ليها شعرها باش تبان بحال الراجل وتا واحد ما يعرفهم، ولكن داك الربان عرفهم. اورلي وايتيل كانوا غادي لكندا، ولا مشاو حتى وصلوا لكندا غيكون صعيب على البوليس يلقاوهم ويشدوهم ويرجعوهم لبلادهم الاصليه ويحكموا عليهم. هذاك الربان غادي يستعمل التليجرام باش يقدر يتواصل مع البوليس ديال انجلترا، وغير غتوصل الخبر للبوليس غادي يشدوا اسرع باطو كيمشي بسرعه اكثر من الباطو اللي غادي فيه اورلي وايتيل باش يقدروا يشدوهم قبل ما يوصل الباطو لكندا. غيبقاو ايام وايام هما كيتسابقوا والناس كيتسناو باش يعرفوا شكون غيوصل الاول لكندا، حتى النهار 30 جويي 1910
البوليس غادي يقدروا يوصلوا لهذاك الباطو وغادي يقلبوا وغادي يلقيو القبض على اورلي وايتيل. ولكن الغريب في هذا الشيء هو ان اورلي فاش كان كيتحاكم كان كيحلف ليهم باللي ماشي هو اللي قتل مرته، وان ديك الجثه ماشي ديالها، وما عرفش نهائيا ديال من غتكون ديك الجثه. وفاش سولوه علاش هرب قال لهم راه باينه غادي يلقاو عليا القبض، حيت هاد القصه كلها غريبه، وهو خاف على راسو وهرب، وقال من الاحسن نهرب ونمشي نعيش حياتي في جهه اخرى. وقال لهم اصلا حتى كرامتي ما بقاتش تماك، اذا كان من لازم عليا نبدل البلاصه. وخا هاد الشيء كامل حتى واحد ما غادي يتيقوا وغادي يحكموا عليه بالاعدام. وقبل ما يموت غادي يطلب منهم يبرئوا ايتيل، وغادي ياكد باللي ايتيل ما دارت والو وهي خارجه من هاد الشيء كامل. والقصه ما غاداش تسالي هنايا حتى 2007 فاش غادي يكتشفوا واحد الحاجه اللي غادي تقلب العالم كامل. في اطار واحد الحمله كانت مديوره باش يتسدوا كاع لي دوسي ديال القضايا اللي كانوا باقيين محلولين، يعني باقي ما تحل اللغز ديالهم كامل، طاحوا في هاد الدوسي من بعد ما التكنولوجيا تطورات. دونك غادي يديروا التحليل هذيك الجثه اللي لقاو في الحيط، وغادي يكتشفوا باللي ديك الجثه ماشي ديال كوغو، وكثر من هذا الشيء لقاو باللي ديك الجثه ديال الراجل. وفعلا هنا كان اورلي بريء وتعدم على حاجه ما دار فيها والو. ولكن السؤال الحقيقي اللي باقي مطروح بلا شي جواب ليومنا هذا هو فين مشات كوغو، وديك الجثه ديال من، وشكون دارها تماك، واش كوغو عندها شي علاقه بهاد الجثه؟ هاد الاسئله باقين معلقين بلا جواب الى يومنا هذا. وكانت هذه هي القصه ديالنا لهذا النهار. كنتمنى القصه تكون عجباتكم ويكون السرد ديالنا ليها عند حسن ظنكم. ما تنساوش تعطيونا رايكم في التعليقات على القصه، ولا اللي عنده شي اضافه ولا شي معلومه جديده مرحبا قولها لنا في التعليقات. السلام عليكم، نتلاقاو غدا في نفس الوقت وبفيديو جديد وبقصه جديده. تهلاو ليا في راسكم.